مساء الخير يا عيال. احنا كستات لو حاجات بسيطة ولمسات بسيطة قوي في المطبخ بتفرق معانا وبتخلينا قادرين ان احنا نقف في المطبخ وبتغير في مودنا وكل الكلام الجميل ده. فانا النهاردة جاية اوريكم ازاي ان احنا نلزق الاستيكر الحراري. الاستيكر ده في منه انواع كتير قوي، اسهل واحد يعتبر في اللزق اللي هو الحراري. ما تجيبيش اللي هو، انا هوريكم ازاي تعرفوا الحراري دلوقتي. ما تجيبيش اللي هو الورق ولا الحاجات دي، اللي هو بيبقى الظهر بتاعه فويل، هو ده الحراري. انا ما صورتش ازاي ان هو بيتحمل الحرارة، بس انا الصراحة جربته. آه حطيت عليه حاجات سخنة بعد ما انا خلصت، يعني بعد ما انا خلصت فرش في الستيكر دوت. والصراحة بيستحمل الحرارة، ما بيحصلوش اي حاجة. مش اسهل حاجة الصراحة في لزقه. بس خلينا نقول ان هو اوفر حاجة في في تغيير شكل المطبخ عموما يعني. آم، سيبوكوا بقى من اللي بتقولك تدهني الرخامة، لان ديت بتكون حاجات مش صحية. سيبيكوا من اللي يقولك اشتري رخام جديد، اشتري جرانيت يا باشا، اشتريهولي انت وديهوني. طبعا ديت كانت كل اللي انا بعمله دوت محاولات كانت بائت بالفشل. ليه؟ لان انا كنت بدأت ان انا اعملها من فوق الاول، وده مش اصح حاجة. يعني احنا هنشوف اهو. في الاول جبت بتاع الايد ديت، القماشه، وما كانتش اصح حاجه في الاول. فقررت ان انا اجيب المساحه دي، كانت مساحه نظيفه عندي، وزي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا جبت الطرف بس لزقته من بره، وبعد كده ابتديت ان انا افرغ كل الهواء اللي جواها عشان ما تسيبش هوا من جوه. وعامة لو سابت عادي يعني بنحط لها دبوس، بنخرمها بدبوس، بس يا دوب خرمه بسيط جدا. وانا الصراحه ما حبيتش كده لاني خفت ان ينزل عليها ميه او كده. بس خلونا نكون عارفين برضو ان اللي بيركب الاستيكر دوت لازم يكون حريص قوي مع اي حاجه بتلمس يعني، ولا يقطع عليه حاجه عشان ما يتقطعش، ولا يسيب عليه ميه او سوائل يعني. المهم ان انا ماسكه يعني الطرف المرلول ده. انا مش نايمه بايدي على الرخامه زي ما انتم شايفين كده. انا رافعه ايدي عن الرخامه، بحيث ان هي تبقى مشدوده وما يعني ما تبقاش فيه هوا يدخل جواها. ولو في هوا يعني دخل جواها انا بشيلها بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. وبنخرج الهوا وما بيقولش لا. وزي ما قلت لكم، لو حابين خلاص قرفتوا وتعبتوا من اللزق، ممكن عادي بدبوس نقطه صغننه كده خلاص بترجع كل حاجه زي ما كانت. زي ما انتم شايفين اهو، انا عماله اعملها بالرخام بالمساحه. والصراحه كانت حلوه جدا. يعني خلينا نقول ان انا راضية عن اللزق دوت او عن الستيكر دوت بنسبة 90% بصراحة. ومبسوطة انه اول مرة الموضوع وكنت لوحدي، لا الموضوع سهل جدا. ويعني ممكن تبقي تنيم العيال يا بت، نيم العيال قبل ما تعمليها عشان هيفضلوا زن زن ومامي بتعملي ايه ويا حاجة بتعملي ايه، فنيميهم قبل ما انت تعملي اي حاجة. زي ما انت شفتوا كده كنت خلصت خلاص الرخامة. عايزة اعمل الوزر بتاع الرخامة فقصيت. وحلو ميزة البتاع ده ان هو بيبقى مترقم في مقاسات، في اي نعم انا ما بستخدمهاش، انا باخدها للتحديد بس مش مشكلة، هي بتساعدنا وخلاص. زي ما انتم شايفين اهو. قطعت كذا حتة على مقاس الوزر عندي، وبيتلزق في اللذيذ يعني. ابتديت ان انا الزق فوق وهنزل واحده واحده. بنفكه بمنتهى السهوله، يعني من اهم ميزاته الصراحه ان هو بيتفك معاكي بمنتهى السهوله وبيتلزق عادي تاني. بنجيب نفس القماشه او بالمساحه، بس الوزر ده اعتقد هيكون افضل بالقماشه. آم، ولزقتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا هفكها تاني ونعيد من اول وجديد عشان هي ما لزقتش صح. بس في العموم يعني لو حد مبتدئ في موضوع الستيكرز دوت، بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها بجد هتخلصوها في وقت قياسي ومش هتضايقكم خالص. ابتديت ان انا الزق من تحت، حسيت ان انا لو لزقت من تحت هتكون امتن وهتتلزق يعني بسهوله عن من ان انا اجيبها من فوق لتحت. والحمد لله رب العالمين تمام بحمد الله لزقناها. وهبتدي ان انا اعمل بقيه الوزر زي دوت بالظبط.
واحدة في واحدة، وباجي بموس او بحاجة حادة بشيل الزيادات اللي كانت من فوق عندي. وبس كده يا ولاد. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي رأيكم فيها، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا رب نعمل حاجات كده دايما تغير من مودنا. ولو حد عمل حاجة يكتب